أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد بعد إعلان حكومة هذه الأخيرة دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية في مارس من العام الماضي، مبرزا أن الأمر أضحى الآن بيد الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن الجزائر خرقت الاتفاقية الموقعة مع بروكسل. وقال ألباريز في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر مفيد للطرفين، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع دولة الكبرانات، مبرزا أن بروكسل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك. وأوضح الوزير الإسباني أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية، مبرزا أن بلاده كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر ترسل إخطارا إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فسره بكون السياسة التجارية سياسة مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن المؤسسة لديها أدوات الحوار ووسائل الضغط، وهناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوروبية والجزائرية. واستحضر ألباريز المغرب عند حديث عن هذه الأزمة حين أوضح أن إسبانيا تتطلع إلى علاقة مثل تلك التي تربطها بجيرانها الآخرين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مشددا أيضا على أن هذا النوع من العلاقات ينبني على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر تحذيرا إلى الجزائر في يونيو من العام المنصرم بخصوص تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف، حيث أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة موقفا مشتركا بخصوص هذا الأمر. وفي المجال الرياضي، شدد مصدر رسمي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم متشبثة بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023. وأوردت مصادر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد جددت اشتراطها المرور المباشر للطائرة التي ستقل المنتخب من المغرب إلى مدينة قسنطينة الجزائرية التي ستستضيف مباريات النخبة الوطنية. وبحسب المصدر فإن الجامعة الملكية قد راسلت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مؤكدا أن الجامعة في انتظار رد من الكاف الذي يجب أن يلزم البلد المضيف للبطولة بتسهيل تنقل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. وأشار إلى أن المنتخب الوطني للمحليين يواصل استعداداته بمركز المعمورة من أجل المشاركة في هذه التظاهرة القارية، نافيا أن تكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تلقت ردا برفض الجزائر فتح أجوائها لدخول طائرة المنتخب المغربية عبر رحلة مباشرة، مشددا على أن المغرب لا يطالب سوى بحقه الطبيعي، مؤكدا أن الدولة المستضيفة لهذه التظاهرة يجب أن تفي بالتزاماتها. يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد سبق أن أعلنت أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر في الفترة ما بين 3 يناير و4 فبراير 2023 مشروطة بسفر المنتخب الوطني عبر رحلة جوية مباشرة من المغرب إلى الجزائر. وأكدت الجامعة الملكية في بلاغ لها أن المنتخب الوطني سيشارك في هذه البطولة التي ستستضيفها الجزائر عبر تنقله إلى مدينة قسنطينة التي تستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة
انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة. يشار إلى أن الجزائر قد قررت شهر شتنبر 2021 إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن المجلس الأعلى للأمن قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري في وجه كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من تاريخ إصدار البيان، وهو القرار الذي جاء في سياق التصعيد العدائي الذي اتخذته الجزائر تجاه المغرب، والتي وصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. أعرب مصدر مأذون في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الثلاثاء عن إدانة المملكة المغربية من منطلق مواقفها الثابتة اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك. وأكد المصدر أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس تدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى والحد من التصعيد وتفادي الأعمال الأحادية والاستفزازية. وصباح الثلاثاء اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية وسط إدانات فلسطينية واسعة. وإلى تونس، حيث لعنت المملكة المغربية الشريفة تقرير أمريكي أسود حول الأوضاع بتونس توصي بإزاحة قيس سعيد. أعد مركز ستراتفور الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية المعروف بقرب من المخابرات الأمريكية تقريرا شاملا حول الأوضاع بدولة تونس وصفه المتتبعون بالأسود. وجاء تقرير المركز المذكور بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية التي تسعى لتحديد موقف واضح من أحداث تونس. بالمقابل، اعتبر المتتبعون الذين اطلعوا على التقرير الأمريكي أنه نتيجة للعنة المملكة المغربية التي ستطارد الرئيس التونسي وفريقه حتى إزاحته من حكم تونس على حد تعبيرهم. ومعلوم أن العلاقات المغربية التونسية تمر منذ مدة بمرحلة برود دبلوماسية بعد إقدام قيس سعيد على استقبال مرتزق الكبرانات الجزائرية إبراهيم غالي واصطفافه بجانب نظام الكبرانات الحاكم بالجزائر طمعا في الغاز والبترول والأموال. وحسب ما جاء في التقرير فقد طلبت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بتونس سلطات بلادها بالتحرك الفوري لإزاحة الرئيس التونسي على كرسي الحكم قصد الحفاظ على السلامة وأمن البلد من سوء تدبير قيس سعيد الذي سيتسبب في ثورة جياع ستحصد الأخضر واليابس. كما أشار التقرير إلى أنه وفي إطار جواب السفارة الأمريكية بتونس حول نظرتها الشمولية عن هذا البلد الصغير في شمال إفريقيا، أكدت بأن الرئيس قيس سعيد قام بتقويض جميع المؤسسات الديمقراطية في بلده وعطل كل إصلاح للجانب السياسي والحقوقي، مما أثار غضبا واسعا داخل المجتمع المدني. كما قام بعملية إقصاء واسعة للعديد من القضاة المعارضين لسياسته، مما أدى إلى إضعاف المجلس الأعلى للقضاة. من جهة أخرى، نبه التقرير الأمريكي إلى أن السيناريو الذي وقع في سريلانكا للإفلاس المالي يحوم بشكل قوي حول تونس التي أصبحت تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية منذ نهاية 2021 نتيجة شح في العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، مما نجم عنه ارتفاعات مهولة في معدلات التضخم.
وأضاف داتا المصدر بأن وكالة بلومبرغ إيكونوميكس الأمريكية صنفت تونس في القائمة الحمراء للبلدان الأكثر عرضة للتخلف عن السداد، وأنه في عام 2020 انكمش الاقتصاد التونسي بمعدل 8.7%، وفي سنة 2021 كانت عودة النمو متواضعة في حدود 3.1%، في حين كانت بطيئة مطلع 2022 بمعدل 2.6 بحسب البنك المركزي التونسي. كما تطرق التقرير إلى ما وصفه باستمرارية انتهاك الحق في الحياة من طرف الدولة التونسية تجاه المواطنين والمواطنات التونسيين، ورصدت الوثيقة الأمريكية استمرار اعتقال الدولة للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية المناضلة والصحفيين المستقلين والمدونين، وتوظيف القضاء للزج بهم في السجون بعد محاكمات وصفتها الوثيقة بالشكلية والتي غابت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة. وأكد التقرير الأمريكي أن الدولة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد رفضت إطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين كانوا يقضون مدة عقوبتهم في العديد من السجون التونسية التي تشكو بدورها من الاكتظاظ المتصاعد، وأغلب السجناء بها لا يتمتعون بنظام حماية من الأمراض وخاصة المعدية منها، حسب التفاصيل التي جاءت في ثنايا التقرير.